ده شو الكحيان ملوش قيمة بين الناس، والديون خاربة بيته ومخليه عايش على الحديدة، وحرفيا حياته تصعب على الكافر يا صديقي. لحد ما فجأة البري بيضرب التليفون بتاعه، وبدل ما كان شو الواد العالة بقى السيد شو مالك الساحة. بس هل هيقدر شو يتعامل مع التحديات والعقبات اللي هتقف في طريقه؟ ده موضوع يطول شرحه، عشان كده جبت لك القسم التاني عشان تفهم الدنيا. فكمل معايا الحكاية علشان تستمتع في النهاية. ودول أصحاب التعليقات المميزة على الفيديوهات اللي فاتت. معلش على الغيبة اللي حصلت في العيد دي، فمع الأسف حصلت ليها ظروف هي اللي منعتني من التنزيل، بس إن شاء الله الموضوع ده مش هيتكرر. ومعلش عشان طولت عليكم، يلا بينا نبدأ. بنشوف تشو بيطلع التليفون بتاعه علشان يجيب السلاح الأسطوري اللي معاه، بس بيتفاجئ إن الموبايل طلع له مكنسة. تشو ساعتها بيفتكر إن هو هيموت دلوقتي، بس المكنسة لما بتشتغل بتقدر إن هي تسحب الجوهر بتاع الجثة وتخلص عليه في ثواني. ولما بيمسك شو الجوهرة بيلاقي إن هي قوية جدا، فبينبسط شو من الانتصار ده وبيحس إن هو لا يقهر، لحد ما بيلاقي إن التطبيق أخد منه 80 عملة علشان المكنسة الكحيانة دي. المهم بيرجع تشو بيته علشان يستريح من كل اللي حصل. ولما بيقابل الشبح اللولي بتاعته بيديلها البتاع اللي خدها من الزومبي عشان ترفع من قوة صقلها، واللي لما بتاخدها قوتها بتزداد وبتكسب مهارات جديدة، ومعاها قفازات المياو مياو علشان لو لسه ما بقتش خروف ليها تلاقي حاجة تشجعك. المهم بيروح تشو عند شينشين عشان يشتري معاها شوية حاجات من المتجر، ومياو بتاعتنا بتيجي معاهم برضه علشان تشو بيحب اسمة العدل مع حريمه. المهم بيروحوا كلهم على السوق التجاري لحد ما بيوصلوا لمتجر الأحجار الكريمة، فبيخلي تشو الشبح مياو بتاعته تختار الحجر بداله، وبمساعدتها بيقدر تشو يخرج حجرين من النوع الأخضر. بس ساعتها بيجي الراجل الخنزير بتاع سولو ده، واللي بيطلع إن اسمه ليو. المهم بيروح ليو عند شينشين وبيقول لها تشتغل معاه، بس طبعا شينشين بترفض العرض ده، فبيقول لها ليو ان الموضوع مش بمزاجها، فلو ما اشتغلتش معاه هيحول حياتها لجحيم. بس تشو بيروح علشان يوقفه، وبعد ما بيخلص العركة بياخد شينشين وبيمشوا من المكان. بس ليو بيكون حاططهم في دماغه وبيقرر ان هو مش هيسيبهم في حالهم. بيروح بعدها الشباب على الفندق، وشينشين بتكون بتفكر في الوضع بتاعها، فبيطمنها تشو وبيقول لها ان كل حاجه هتبقى كويسه. فبتشكره شينشين على وقفته معاها كل الفتره دي كلها. بعدها بيروح عند طاقم الحراسه، وده علشان يفهموهم الوضع ويخلوهم يأمنوا المكان كويس. بس اللي ما يعرفوش ان ليو بيكون بيراقب المكان من بعيد، فبيجهز ليو الرجاله علشان ياخدوا تشو ويخلوه يشتغل لحسابه. وفي مكان الحراسة بتيجي البت دي عند الحراس وبتفضل تعاكس فيهم، وزي أي سمباوي متعفن الحارس بيفضل يفليكس على البت بمهاراته، فبتروح البت مدياله واحدة في مهاراته وتبوظها خالص. بيوصل بعدها ليه والشلة الكريمة معاه، واللي لما بيشوفوهم طاقم الحراس بيروحوا يستسلموا ليهم فورا، بس رجالة ليو بيروحوا يفشخوهم عادي. بيروح بعدها ليو عند شينشين وبيقعد معاها، بيقول لها انا قلت لك تيجي بالذوق بس انت اللي مرضتيش. بس شينشين بتقول له ان ده مش هيحصل حتى على جثتها، فبيطمنها تشو بيقول لها ان مفيش داعي تخاف لان هو هيتعامل مع الوضع. الكلام ده بيعصب ليو جدا، فبيخلي رجالته يروحوا يخلصوا على تشو. فبيجي الواد ده وبيهجم على تشو بسرعة كبيرة جدا بالنسبة للبشري، بس تشو مش بياكل معاه الكلام ده وعلى طول بيروح يطبق أمه. بيروح بعدها تشو مكمل على باقي البار اللي معاه، بس ساعتها بيجي مساعدين ليو علشان يخلصوا الكلام مع تشو، فبيهجم الاتنين من جميع الاتجاهات عليه. بس تشو مين قده الواد حرفيا مش بيتخدش وبيروح مكسر عظمهم، وبسبب الوضع الصعب اللي هو فيه بيقرر ليو ان هو يتدخل بنفسه، فبيستجمع ليه كل قوته وبيهجم على تشو عشان يخلص عليه. بس تشو بيقدر ان هو يفجر ايده بضربة واحدة، فبيروح ليه مطلع السلاح بتاعه. بس يا بابا الكلام ده مش بياكل معايا. اللي حصل ده بيرعب ليو جدا، وبيقرر يهرب برجالته قبل ما يدفنوا هنا. شينشين ساعتها بتكون مصدومة من اللي حصل، فهي ما كانتش متخيلة ان تشو بالقوة دي. المهم بيروح تشو مطلع شبحة شان بتاعته وبيقول لها تروح تظبط ليه وولاد الهرمة اللي معاه. المهم بتروح الحاجة مياو عند ليو والشلة الكريمة وبتفعل التعويذة اللي ادالها تشو، واللي بمجرد ما بتشتغل ليو ورجالته بيموتوا من كتر الحر. فبيروحوا كلهم عند الطبيب الخاص بتاعهم، اللي لما بيشوف حالتهم بيكون عاجز قدامها على الآخر. المهم ليو مش بيستحمل الوضع وبيروح يقطع هدومه عشان الحر يهدى، بس لما بيلاقي ان مفيش حاجة نافعة بيروح يسلم نفسه هو ورجالته للشرطة. معرفش ايه اللي دخل الموضوع ده بالشرطة، بس المياو عمك. وتاني يوم تشو الشباب بيوصل ليهم خبر باللي حصل، وده بيخليهم مستغربين من الوضع. فليو كراجل عصابات خطير جدا بتقل عمه اسكوبار، فليه يسلم نفسه بالشكل المهين ده. شو بيقول لهم ان ربنا هو الهادي، فمفيش داعي يفكروا في الموضوع بالشكل ده. في اليوم اللي بعده بيكونوا تشو
ومستني شنشن في معرض السيارات اللي جنبه، بس شنشن بتكون اتأخرت عليه. فبتيجي واحدة من الشغالين في المعرض وبتطلب من تشو إن هو يمشي عشان بيطفش الزباين بتوعهم. المهم بتيجي شنشن عنده وبيدخلوا المعرض عشان يشتروا العربية ليه، بس الحمارة دي بتكون مصممة تذل في شو، وده علشان هو مش لابس بربع مليون في ايده. المهم بتيجي البت التانية دي وبتسأل تشو عن نوع العربية اللي هو عاوزها، فبيقول لها تشو ان هو بيدور على عربية رياضية روشة كده، فبتاخدوا البت على احسن عربية عندهم. بس ده بيضايق الحمارة جدا، وده لانها فاكرة ان تشو شنشن فقراء فشخ وبتاع. بيجي ساعتها كرومبو ده عندهم، واللي بيطلع ان هو راجل غريب وفتيكة والكلام ده كله، فبيبدأ الخنزير يفليكس عليهم بفلوس امه لما بتخلص، لحد ما بتيجي البت الشارة دي، واللي بيطلع ان هي كانت صاحبة تشو في الكلية. فبتروح تقول للخنزير بتاعها يساعد تشو علشان كان زميلها وبتاع، بس تشو بيتجاهل ابوهم هما الاتنين. اللي حصل ده بيضايق كولومبو على الاخر، وبيقرر ان هو يروح يشتري اغلى عربية عشان يذل تشو. فبتيجي الحمارة عرض عليه اغلى عربية في المحل، واللي بتكون معدية ال 200 مليون. الراجل لما بيسمع الرقم ده بيتشل حرفيا، 200 مليون في عربية ليه؟ هي بتطير لوحدها ولا ايه؟ المهم بتتضايق البت من اللي حصل، وده لان الخنزير بتاعها ما طلعش غني زي ما كانت متخيلة. وهنا بيقول لهم تشو ان هو ناوي يشتري العربية دي. اللي حصل ده بيضايق صاحبة تشو بتاعت الكلية، فبتروح تزعق لجوزها علشان احرجها قدامه. بيروح بعدها تشو علشان يجرب العربيه البوجاتي البرو ماكس بتاعته، وبياخدها على الطريق علشان يشوفها هي بتعمل ايه. بس ساعتها بيقابل الشبل ده اللي بيكون واخد الطريق ولا كانه بتاع ابوه، فبيقرر تشو ان هو يعلمه الادب. فبيطلع تشو الجنيه ده من جيبه وبيروح حادف امه عليه بيبوظ دراعه. معرفش ساعات بحس ان تشو هو الشرير بتاع الحكايه دي وربنا. بيرجع بعدها الواد البيت وبيحكي لابوه عن كل اللي حصل، فبياخدوا الواد بعدها على المستشفى. وبعد ما بيخرج الدكتور من العمليات بيقول لهم ان ابنهم اتعرض لهجوم من عملة معدنية وهي اللي عملت في كتفه كده. فبيروح الاب يتصل بطاقم الشرطة، واللي بيكون من ضمنهم رئيس الشرطة اللي شفناه قبل كده، واللي لما بيفحص العربية بيلاقي ان الضربة جت من ورا. فبيروح مركز المراقبة عشان يشوفوا الكاميرات، وهنا بيلاقوا ان تشو هو اللي عمل كده. فبيتعصب رئيس الشرطة من اللي حصل، وبيقرر ان هو يقبض على تشو المرة دي. فبيروح يقول للشرطية تروح تقبض عليه، بس المفاجأة ان البت بتقول له ان هي تستقيل من الشغلانة كلها. الرئيس ساعتها بيزعق عليها على اساس ان هي هتخاف وبتاع، بس البت بتتجاهله وبتمشي عادي. اللي حصل ده بيجنن الرئيس جدا، وبيقرر ان هو يتعامل مع شو بنفسه. بيروح لشو اللي بيكون بيروق على حاله في البيت عادي، بس بيجي له مكالمة من يانج بيعرفه بالوضع. فبيقول له تشو ان هو عارف هيتعامل ازاي مع الشرطة. في الوقت ده طاقم الشرطة بيكونوا وصلوا لمكان تشو، بس بيكونوا مرعوبين جدا. فالشرطية يوشي كانت أقوى حد في الفريق بتاعهم، بس أول لما سمعت اسم تشو استقالت فورا. فتخيل شوية العيال الهيتيا دول هيعملوا إيه قدام الوحش ده. المهم بيروحوا الشباب علشان يقبضوا على تشو، بس الغريبة إن هو مش بيدي أي ردة فعل، وبيطلع إن تشو عمل النسخة دي علشان يشوفوا هم هيعملوا إيه. اللي حصل ده بيفاجئ يوشي جدا، وبتقرر إن هي تروح عند تشو علشان تشوف إيه اللي حصل. المهم بتوصل يوشي البيت عنده، وبتتفاجئ ان تشو موجود هناك عادي بدون اي مشاكل. بس البت مش بتتفاجئ علشان خلاص هي اتعودت على الموضوع ده. المهم بتقعد البت مع تشو وبتقول له ان هي عاوزه تكلمه. بتقول له انت ازاي جامد فشخ قوي كده يا عم؟ السجلات بتقول ان انت كنت عيل كحيان مالكش لازمه، ازاي بقيت بالمهاره دي كلها؟ فبيقول لها تشو ان لما يجي الوقت المناسب هو هيعرفها بالحقيقه. فبتقول له يوشي ان هي ما عندهاش مشكله بالكلام ده. وفجأة بتظهر حاجة غريبة على دماغها، ولما بيشوفها تشو بيتفاجئ جدا، لأن العلامة دي مش بتظهر غير لما يكون الشخص ده هيحصل له حاجة خطيرة جدا. فبيقرر تشو إن هو يراقب يوشي وهو متخفي عشان يتأكد إن كل حاجة تمام. بس زي ما أنت شايف الكل بيكونوا سكرانين طينة على الآخر، لحد ما بيجي الحمار ده عندهم، واللي بيكون باين إن هو مش ناوي على خير أبدا. تشو ساعتها بيحس إن وجود الراجل ده في حاجة غلط، فبيروح عامل تعويذة على يوشي علشان يحاول يفوقها. ولما بتشوف يوشي الواد ده بتعرف إن هو شخص غريب عنهم، فبتعمل نفسها خرمانة علشان تشوف هو هيعمل إيه. الحمار ساعتها بيستغل إن الكل مش في وعيهم، وبيروح عشان يخلص على يوشي، بس يوشي بتمنعه وبتعرف الكل إن ده مش من معارفهم حتى. فبيضحك الراجل على الكلام ده وبيطلع سلاحه عشان يخلص على يوشي، بس فجأة بيترمي عليه طبق بيوقع السلاح بتاعه. فبتستغل يوشي الفرصة وبتديله على دماغه. وبعد ما بيمشي الكل بتروح يوشي تنادي على تشو، وعلى طول بيظهر ليها تشو عادي بدون أي مشاكل.
شو طبعًا بتتفاجئ من اللي حصل، بتقول له: "أنا عارفة إن أنت جامد وبتاع، بس ده فوق الفظيع بصراحة، أنت متأكد إن أنت مش من عالم موازي واسمك شادو والّا حاجة؟" فبيقول لها: "تشو، شادو مين يا بنتي؟ ده عيل من عيالي." بيرجع بعدها تشو البيت وبيبدأ يرسم تعويذات كتيرة كده، وده علشان عنده طلعة مهمة دلوقتي. بيروح بعدها تشو على مكان المستشفى، بيوصل عند مكان الواد اللي دشمله، فبيروح عامل تعويذة خاصة عشان ينيم كل اللي موجودين هناك. بعدها بيروح يعمل معاهم الواجب، ولما بيصحى الشباب بيتفاجئوا ان اتحلق لهم كلهم زلبطة. الاب والام بيكونوا مشلولين من اللي حصل ومش عارفين ايه السبب ورا كل ده، لحد ما بيلاقوا رسالة من تشو بيأمرهم يشيلوا البلاغ بتاعه. الاتنين ساعتها بيكونوا في قمة الصدمة. الراجل حلق لينا زيرو من غير ما حد فينا يحس، امال لو واخد الموضوع بجد هيعمل فينا ايه؟ والله بحس ساعات ان تشو طفل وربنا. المهم بيتم الافراج عن نسخة تشو بيرجعوها البيت، بس ده بيخلي رئيس القطاع يقلق اكتر من تشو وبيقرر ان هو يحطه في قائمة الخطر. بنرجع لتشو اللي بيكون بيحاول يخترق للمستوى اللي بعده، بس بيتفاجئ ان الموضوع في غاية الصعوبة، فبيقرر يروح عند شينج علشان تخليها تساعده. بيوصل بعدها تشو عند مكانة شينج اللي لما بتشوفه بتكون مبسوطة جدا بس مش بترضى تقول له. المهم بيطلب منها تشو ان هي تساعده عشان يرفع من مستواه، فبتقول له شينج ان الموضوع مش سهل ابدا. فعلى الرغم ان اساس الصقل بتاعه هو الاقوى، لكن برضه هو اصعب واحد من ناحية الاختراق. فلو عايز يخترق للمستوى الأعلى لازم يتعلم الصوفية ويكون راجل حكيم عشان يوصل للسلام الداخلي. بالبلدي كده لازم يسترجل ويبطل حركات العيال القرعة بتاعته دي. فبيشكرها تشو على الكلام الحكيم ده كله وبيقرر إن هو يمشي من المكان. بيفكر بعدها تشوف كلام تشينج وبيفكر إزاي هيطبقه، فبيقرر إن هو يحاول يعمل حاجات ما كانش بيعملها قبل كده. بيروح بعدها تشوفه مقابلة عمل في أحد الشركات الكبيرة، واللي موظفة الاستقبال بتتجاهله عشان هو عيل كحيان من كلية تعبانة. بس لما بيجي الواد الدحيح ده بتديله اهتمام كبير جدا عشان هو واخد امتياز من جامعة هارفارد. المهم بيروحوا الاتنين على الاختبار عشان يحددوا قدراتهم، وزي ما انت شايف الواد بيكون نازل دحة في الورقة. شوف الطبيعي كان هيسقط في الاختبار ده، بس هو استخدم مهارة الذاكرة عشان يحفظ كل الكتب قبل ما يجي. المهم بيروحوا الاتنين عشان يشوفوا درجاتهم، بس المفاجأة ان تشو بيجيب علامة كاملة في الاختبار. بروح بعدها عند غرفة المعلمين واللي بيكون فيها كبار مدرسين المدرسة، واللي بالمناسبة المكان اللي تعين فيه تشو. المهم المدرسين بيكونوا بيتكلموا عن تشو وعن الشخص اللي هياخد مكانه، بس بيجي عم بتخة ده وبيقول لهم إن مفيش داعي للقلق، فهم أعلى منه في الخبرة ومستحيل يعرف يستبدلهم. المهم بتيجي مسؤولة المدرسة عندهم وبتعرف الكل بتشو وبتقول لهم إن هو هيكون معاهم في فصل المتفوقين، فبيخاف الكل ساعتها على مكانهم في الفصل. بس طبعا عم تخة مش بيعمل كده، وده لأن هو أقدم واحد فضاه من مركزه. بس المفاجأة إن المديرة بتطرد عم تخة علشان هو الأقدم أصلا. المهم بتاخد المديرة تشو على الفصل بتاعه، وفي الطريق بنلاقي الطلاب دول بيحاولوا يخلصوا على القطة دي، بس تشو بيعرف إن هو يوقفهم. بيروح بعدها عندهم عشان يخليهم يوقفوا اللي هم بيعملوه، بس المديرة بتحل الموضوع بشكل ودي وبتاخد تشو بره المكان. اللي حصل ده بيضايق العيال الخنزيرة دي وبيقرروا إن هم يروحوا يتعاملوا مع تشو وينتقموا منه. في الوقت ده بيكون تشو وصل للفصل بتاعه واللي بيكون فصله كله مجتهدين وحاجة حلوة جدا. بس قبل ما يبدأ الدرس بيجي الواد ده والعصابة اللي معاه عشان يضايقوا تشو ساعتها بيفكر في كلام المديرة اللي حذرته من العيال دي، فبيقرر إن هو يتملك أعصابه ويشوف العيال دي آخرها فين. المهم بيبدأ العيال دول إن هم يعملوا شكل في الفصل بتاعه، فبيعمل تشو تعويذة خاصة عشان يخليهم يهربوا. بس الغريبة إن الرئيس بتاعهم مش بيتأثر خالص، فبيروح الرئيس عند تشو بيقول له إنه عارف إن هو ساحر، عشان كده هو بيتحداه في معركة، وبيعرفه إن هو لو كسب هيسمع كلامه، بس لو العكس هو اللي هيخرج من المدرسة. وعلى طول بيوافق تشو على التحدي. بيروح الاتنين بعدها على ساحة المدرسة عشان يبدأوا المعركة، فبيهجم الواد على تشو بنار قوية جدا. اللي حصل ده بيفاجئ تشو لأن الواد قدر إن هو يستعمل النار دي بدون أي تعويذات. الواد هنا بيفتكر إن هو اتغلب على تشو، بس تشو بيروح مديله بالكف مطيره، وبتعويذة البرق بيعمل من فخاده شاورما. المهم بيعترف الواد بالهزيمة وبيقرر إن هو يمشي، بس تشو بيروح يستخدم تعويذة شفاء علشان يعالج إصاباته. اللي حصل ده بيفاجئ الولد جدا وبيطلب من تشو إن هو يكون المعلم بتاعه، وبما إنه مش هيخسر أي حاجة بيوافق تشو على طلبه. فبينبسط تشو إنه حصل على تابع قوي زي ده وبيكون لسه هيمشي، بس بيتفاجئ بالمكان الغريب ده واللي بيظهر فيه طريق أبيض ملوش أي نهاية. بس الغريبة إن طاقته بتزيد مع كل ثانية وهو بيفضل في المكان ده، فبيفهم تشو إن ده طريق الطاوي اللي قالت له عليه شينج. بس للأسف الموضوع مش بيطول لأن تشو بيرجع للواقع بسرعة، فبيفهم تشو إن هو ماشي على الطريق الصحيح ولازم يكمل في الشغلانة دي. بس اللي ما يعرفوش إن الاتنين دول بيكونوا بيراقبوا تحركاته وبيقرروا إن هما يروحوا يتعاملوا معاه.
بنشوف بعدها تشو قاعد مع مدرسة في المدرسة واللي بتكون مبهورة باللي عمله لحد دلوقتي. فمن ساعة ما اتعامل مع لون الواد اللي شفناه قبل كده وهو بقى منظم جدا وعمال ينشر النظام في المدرسة. المهم بتيجي المديرة عندهم وبتقول لهم إن عندها حاجة لازم تعرفها لطلاب المدرسة، وبيطلع إن المدرسة هتتباع قريب وشكلها هتتقفل لأن أغلبهم فقراء ودي المدرسة الوحيدة اللي كانت بتعترف بمهاراتهم. فبيحس تشو بالشفقة عليهم وبيقرر إن هو يتعامل مع الوضع. بيروح بعدها تشو يتصل بباي وبيقول له ان هو عاوز منه خدمه، بيقول له ان هو عاوز يشتري المدرسه بتاعته وفي المقابل هيديله كل الفلوس اللي هو عاوزها. بس باي بيقول له ان مفيش فلوس ما بينهم. فمن ساعه ما ساعده في رفع صقله وهو مش عارف يرد ليه الجميل اصلا. فبينبسط تشو ان الموضوع هيخلص على خير. بس فجاه بيقابل الراجل العجوز اللي شفناه قبل كده، واللي لما بيشوف تشو بيطلب منه ان هو يجي معاه. طبعا تشو مش بيرضى ان هو يعمل كده وبيسأل الراجل العجوز عن هويته. فبيقول له الراجل العجوز ان هو شخص عارف ان هو بيملك مهارات خارقة ولو ما جاش معاه بالذوق هيجيبه بالعافية. وفجأة بيرمي الراجل العجوز على تشو العربية دي، بس تشو بيهرب منها بدون اي قوة. اللي حصل ده بيخلي الراجل في قمة الحيرة. فلو تشو بيملك قوة روحية فعلا كان هيتعامل مع الموضوع بدون أي مشاكل. بس الراجل بيفهم إن تشو بيعمل كده علشان يشككه، فبيروح رامي عليه كل العربيات دي علشان يجبره على القتال. بس فجأة بيجي لون وبيحاول يوقفه، ولكن المساعدة بتاعت العجوز بتقدر ترقد لون. فبيروح تشو يلحق لون وبيشكره على مساعدته ليه لحد دلوقتي. المساعدة ساعتها بتروح عند تشو علشان تهجم عليه، بس الواد ما يهزك ريح. فبيتعصب شو من اللي حصل وبيقول للعجوز ان هو هيفرتكه دلوقتي. فبيفعل شو مصفوفة البرق العظيمة فوقهم وبيروح مديهم الناحو. المهم بعد ما بيخلص بيروح تشو عنده بيسأله عن هويته، فبيعتذر الراجل عن كل اللي حصل وبيطلع ان اسمه المعلم سيما. المهم بيطلب سيما من تشو ان هو ينضم للمنظمة بتاعتهم، بس تشو بيقول له انه مش فاضي للعبط ده. بيرجع تشو بعدها للبيت عشان يجهز تعويذات جديدة للطوارئ، بس بيلاقي حد بيخبط عليه. فبتروح الحاجة مياو عشان تطفش امه من المكان، بس بالغلط بتخلي شينشين يغمى عليها. فبيروح تشو مستخدم تعويذة خاصة عشان يعالج اصاباتها، وبعد ما بتصحى بتروح شينشين حضناه علشان الحب ولع في الذرة. فبيطمنها تشو بيقول لها ان كل حاجه كويسه ومفيش داعي تخاف بالشكل ده. المهم بعد ما بتطمن البت ان كل حاجه تمام بتطلب من تشو ان هو يجي معاها مسابقه اليشم الوطني اللي قدام المدينه، وعلى طول بيوافق تشو بدون اي مشاكل. بيجي الليل وبيخلص الاتنين الحفله بتاعتهم، فبياخد تشو البت علشان يروحها. بس البت بتكون سكرانه طينه وبتقول له ان هي عاوزه تلعب معاه بلاي ستيشن. فبيطلع تشو التعويذه بتاعته عشان يفوق ابوها من العبط ده. بس ساعتها بتيجي يوشي عندهم، وزي ما انت عارف لما نسوان البطل بيتلاقوا اكيد لازم تحصل خناقه ملاش اي لازمه على الديك الفشيخ بتاعنا. المهم بيفضل الاتنين يعبطوا في الكلام لحد ما بيجي التلاته دول عندهم. فبيعرف القائد ساعتها عن نفسه وبيكون اسمه تشي، واللي بيكون جاي عشان يقبض على تشو دلوقتي. فبتروح البت دي عشان تنومه، لكن تشو بيكون قوي جدا وبيعرف يتعامل معاها. فبيغطي الواد ده عينه وبيروح عشان يهجم على تشو، بس تشو بيروح يفرتكه بضربة واحدة. فبيروح تشي يهجم على تشو بكل قوته، بس المفاجأة إن تشو بيقدر يمسك السلاح بإيده وعلى طول بيروح مديله على دماغه بيرقده. فبيقول لهم تشو إن هما لازم يمشوا دلوقتي وإلا هيزعلهم، لحد ما فجأة بيلاقي تشو المزز بتوعه بيقبضوا عليه. فبيستغل تشي الفرصة وبيربطهم كلهم بتشو علشان ما يعرفش يهرب. وزي ما انت شايف تشو كان يعرف يهرب بكل سهولة، بس مرضيش يعمل حاجة عشان ما يعورش الواوا. فبيحاول تشو ان هو يفكر في حل عشان يتعامل مع الوضع ده، بس فجأة بيلاقي نفسه دخل العالم الغريب اللي كان فيه قبل كده. فبيحاول تشو ان هو يخرج منه عشان يخرج من الوضع ده، وده كان حافز كافي عشان يخلي تشو يعرف يخترق للمستوى الأعلى. وعلى طول بيطلع تشو طاقة عظيمة جدا بتخلص عليهم كلهم. بيبص ساعتها تشو على التليفون بتاعه وبيتفاجئ ان في تحديث بيحصل ليه، بس الغريبة ان التحديث بيكون معلق على 99%. تقريبا تشو مشترك مع وي ولا حاجة. بنرجع لتشي اللي بيكون بيكلم القائدة بتاعته وبيعرفها على كل اللي حصل. فبتقول له الست ان هي كانت عارفة ان هو هيفشل، بس مش مشكلة لان هي مجهزة مفاجأة خاصة لتشو، مفاجأة مش هيعرف يتعامل معاها ابدا. ودي نهاية القسم الثاني من حكاية تشو. فلو عجبتك السلسلة حط لايك واشترك في القناة وقول لي رأيك في الحكاية علشان لو عجبتك نستمر فيها، واشوفكم على خير بإذن الله.